السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن درس السنة التحضيرية في ألمانيا، وإزاي نتغاضى عنها، يعني نعمل إيه في مصر عشان لما نيجي هنا ما ندرسش السنة التحضيرية ديت. واتكلمنا كمان عن دراسة البكالوريوس هنا في ألمانيا، وإيه الأوراق المطلوبة بالظبط عشان تيجي تدرس هنا. واتكلمنا كمان عن أكبر مشكلة بتواجه الطلبة اللي حابين يجي يدرسوا هنا، واللي هي الحساب البنكي المغلق، وإزاي تقدر تتغاضى عنه، واللي هو عن طريق الضمان المالي، وإزاي تعمل الضمان المالي وإيه الشروط وكده. هنتكلم النهاردة عن برضو فيديو مهم جدا وسؤال برضو مهم جدا: إزاي أقدم على الجامعة أو إزاي أجيب قبول جامعي. فالنهاردة هنقول لكم إزاي تقدموا على الجامعة بالتفصيل خطوة بخطوة. تابعوا الفيديو للآخر. اول حاجه هكلمكم عنها واللي هي الاوني اسيست. عموما الاوني اسيست ده مش جامعه انت بتقدم عليها. الاوني اسيست ده عباره عن وسيط ما بينك وما بين الجامعه، ما بين الطالب اللي عاوز يدرس وما بين الجامعه. بتعمل ايه بقى الاوني اسيست دي؟ الاوني اسيست دي كل جامعه قايله لها انا ليا متطلبات معينه، فالطالب اللي يجي لي موافق المتطلبات دي يبعت لي الورق بتاعها، واللي مش موافق المتطلبات دي ما تبعتليش الورق بتاعها. بس عموما ما تقلقش، حتى لو انت مش موافق، يعني مش متوفي فيك الشروط دي، هخلي الاون اسيست بتاعك يبعت الورق للجامعه حتى لو انت مش متوفي الشروط. زي ما كان حصل معايا بالظبط وانا بقدم على جامعه من بعض الجامعات، وكان الاون اسيست رافض جدا ان هو يبعت الورق بتاعي للجامعه. فاقول لك على تركايه اخر الفيديو هيخلي الاون اسيست بتاعك يبعت ورقك على طول لاي جامعه، لكل الجامعات اللي هتقدم عليها. هقول لك انا عملت ايه بالظبط، وان شاء الله تبعت ورقك وتقبل في الجامعه ان شاء الله. نخش بسرعه في الموضوع. خلينا ازاي نعرف ازاي تراسل الجامعات. في اللحظه اللي احنا فيها دي انت المفروض مخلص مجهز كل الاوراق وموثقها وكل حاجه، زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات، اللي هو ايه موثقه سريعا كده، اللي هو انت حاطط عليها بعض الاختام ومجهز الورق يعني. فانت جاهز على انك تراسل الجامعه. نقطة مهمة جدا: النسخة اللي معاك اللي انت موثقها او خاتمها او كده من السفارة او من الخارجية او كده، النسخه دي بتفضل معاك انت، ما بتبعتهاش لاي حد. يعني انت بترسل الجامعات او الاوني اسيست، انت بتبعت له حاجه اسمها صوره طبق الاصل. يعني ايه بقى صوره طبق الاصل؟ المفروض بعد ما بتوثق اوراقك بتاخد الورق بتاعك متوثق من السفاره اللي هي الصوره الاصليه، بتروح تصورها، وبعد ما بتصورها بتاخد الورق الاتنين مع بعض، الحاجات اللي انت مصورها والنسخه الاصليه، وتروح للسفاره تقول لهم انا عاوز اوثق صوره طبق الاصل. بياخدوها منك ويوثقوها لك، اللي هي يحطوا لك عليها اختام، وهي دي النسخه اللي انت تبعتها للاوني اسيست او للجامعات او لاي حد انت عاوز تبعت له الورق بتاعك. دي نقطه مهمه جدا لان جالي اسئله كتيره في النقطه دي. انت بتعمل صوره واحده طبق الاصل، الصوره اللي هي طبق الاصل، وبتبعتها للاوني اسيست حتى لو انت هتقدم على اكتر من 10 جامعات. انت بتعملها مره واحده وبتبعتها للاوني اسيست، والاوني اسيست بيبعتها لكل جامعه. طب في جامعات يعني مش تبع الاون اسيست، في جامعات مش تبع الاون اسيست بس عددهم قليل جدا. ولو انت هتقدم على جامعه من دول او لو هتراسل بنفسك جامعه من دول، فانت لازم او مضطر تعمل لهم صوره طبق الاصل غير اللي انت بعتها للاون اسيست التانيه. يلا خلونا نبدا من غير كلام كتير ونشوف الويب سايت ده اللي هو الاون اسيست بيشتغل ازاي. يلا بينا نشوف الموقع ده بيشتغل ازاي. اول حاجه هنفتح جوجل من هنا، هنكتب اون اسيست لوجن. تاني واحده طلعت لنا اون اسيست. هنضغط هنا فوق على الشمال لوجن. طبعا الايميل ده مش هيظهر لك، فانت لو طبعا ما عندكش ايميل فهيتك هنا على ريجستريرن، اللي هو انت تعمل حساب جديد. هتدخل الايميل بتاعك وتكتبه مرة تانية والباسورد، وتضغط هنا انك موافق على الحاجات دي. والحاجة اعمل لكم اللغة الانجليزي تبقى اسهل لكم. فهتدخل ايميلك مرتين والباسورد وكده وتاكد، بعد كده تك كريت ا نيو اكونت. فانا مش عايز اضيع وقت في الحاجه دي كانك بتسجل في اي موقع، يعني الموضوع سهل يعني. فده حالا كده ده اهوت، ده صورة الموقع بتاعنا أول ما تخش عليه. دي الصفحة الرئيسية. أول حاجة بيقول لك اكتب، يعني أنت بقى بتحب تبحث هتكتب اسم الجامعة اللي أنت أوريدي دلوقتي أنت داخل عارف أنت هتختار أنهي جامعة اللي هتدرس فيها وأنهي قسم وكده. هتكتب وليكن أي حاجة، أي مثلا الجامعة اللي أنت حابب تدرسها في المكان اللي أنت عاوز تدرس فيه، وتتك سيرش فيطلع لك
برامج كتيرة جدا. فشوف هيطلع لك اكتر من برنامج. فقبل ما تختار البرنامج اللي انت حابب تدرس فيه، انت هتدخل على ماي ابلكيشن الاول. لا، هتدخل على ماي اكونت وتشوف اه وتشوف المعلومات بتاعتك. انت الاول لازم تكون تملى بعض المعلومات بتاعتك، واللي هي دي اللي هي معلوماتك الشخصية، اللي هو تاريخ ميلادك واسمك وكده. تاني حاجة contact information، برضه اللي هو العنوان بتاعك واللي انت عايش فيه كده. وخشولي ده اللي هو بيسألك عن application ID، ده عشان انا عملتها قبل كده فبيسألني عن الابلكيشن بتاعي، لكن انت مش هيبقى عندك البتاعة دي. هنا بيسألك على تقريبا دي المدرسة الثانوية. انت هيقولك انت درست المدرسة الثانوية، فانت هتكتبها ايوه ودرستها فين، مصر او اليمن او عمان، او تكتب يعني في المكان اللي درستها فيه. تاني حاجة لأ، المهم هيطلع الصفحة الرئيسية تاني عشان نختار البرامج اللي احنا عاوزين نقدم عليها. بص، عندك حاجة كده، حاجة اسمها اورز ان سي. الان سي ديت يعني قبول، يعني إيه مشروط بشرط. فاحنا الاسهل بنقدم على حاجة زي دي كده، ان سي فراي، اللي هو مبقاش ليها شرط. مش يعني نختار دي مثلا ان سي فراي، ونضغط اد سelection. نختار مثلا واحدة كمان برضو ان سي فراي، اد سelection. وبعد كده ندخل على ابلكيشن. دي حاجات اوريدي اللي انا قدمت عليها قبل كده ودفعت فيها، فانت مش هيجي لك دي. لا، ادخل ماي انبوكس. لا، دي اوراق برضو. ادخل على اللي هي الاخيره دي، اللي فوق على اليمين دي. فجالي دلوقتي الحاجات اللي انا هقدم عليها، اللي انا محتاج اقدم عليها. اللي متعرفوش ان يعني اول برنامج انا حابب اقدم عليه بتدفع عليه 75 يورو، وبعد كده اي برنامج تاني بتدفع عليه 30. فعندك هنا شوف الإجمالية 135، لأن مختار أدي برنامج، أدي اتنين، وأدي واحد فوق كده، 3 برامج، 75 و30 و30. الدفع ازاي؟ انت بتدفع بأي طريقة عندك. أنا كنت دافع ساعتها أي فيزا بنك، بنك أهلي، بنك مصر، بنك أي حاجة. وبعد ما بتدفع مم، بتخش بقى على ماي انبوكس هنا. لا، ادخل على دوكيومنتس اللي هو ماي ابلكيشن، يعني تدخل على دوكيومنتس، ترفع الورق اللي انت اوريدي مجهزه، اللي احنا اتكلمنا عليه في فيديو فات، اللي هو كل الاوراق بتاعتك انت مجهزها وموثقها ونسخة طبق الاصل وكل حاجه، بترفعها هنا. وهنا اوريدي، وعندك انك تختار اسم الحاجه. وقبل ما ترفع ورق خلي بالك من الحاجات دي. بيقول لك اول حاجه انك يعني الورقه يكون الحجم بتاعها ماكسيمم بتاعها 10 ميجا بكسل. وبيقول لك ايه، او بيقول لك يعني خلي كل ورقه في ملف لوحده باسم، واكتبهم باسماء. يعني كل واحده خلي الاسم بتاعها كويس وواضح يعني. وبعد ما ترفع الورق بتاعك واوريدي دفعت، انت بتخش هنا على ماي ابلكيشن، وتضغط على ابلكيشن هنا اول واحده. والابلكيشن فورم دي اللي انت بتحملها، عشان اللي هي دي انت بتحملها عشان دي الاثبات انك دفعت بالفعل. التركية بقى الأخيرة اللي أنا حابب أقول لك عليها، في حالة لو مثلا الأوني أساسي مرضاش يبعت ورقك للجامعة، هتبعت لهم، هتقول لهم، هتبعت ميل تكتب لهم فيه انك رسلت الجامعات دي وقلت لهم ان انا اسيست مش راضي يبعت ورقك، وانك مؤهل وكواليفايد جدا للجامعات، وانك تقديرك كويس في الثانويه العامه او كده، وانكم كده ظلمتوني وبلا بلا بلا. في هذه الحاله ان هم يعني ايه، هيبعتوا وتقول لهم ان هم لازم يبعتوا ورقك للجامعه، والجامعه هي اللي تقرر. في هذه الحاله يعني ممكن تنفع معاك ممكن لا. في الحاله دي الاون اسيست هيبعت ورقك فعلا، هما فعلا بعت ورقي،
وزي ما انتم شايفين خدت قبول الجامعة، في جامعة رسلتني وخدت قبول وانا موجود هنا. فاحنا دلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، فتبخلوش علينا بلاف، لايك، سبسكرايب. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والفيديو الجاي ان شاء الله هكلمكم عن موقع الدال بالتفصيل. نسيت اقول لكم، لو انت عندك اي سؤال اكتب لي هنا وانا هرد عليك، او ابعت لي على انستجرام. انا انستجرام اي حد بيبعت لي هناك سؤال برد عليه يعني على طول. فاذا عندك اي سؤال ابعت لي هنا في الكومنتات، او الافضل انك تبعت لي على انستجرام وانا هرد عليك على طول. بس يعني طلب بسيط، لما تبعت على انستجرام خش على طول ابعت اسئلتك كلها على طول وانا هجاوب عليها على طول. يعني ما تقولش يعني تقول حد مثلا بيبعت لي كتير كده بعتوا لي السلام عليكم او السلام عليكم السلام، يغيب اسبوع ويرجع. انا عايز تدخل تسال اسئلتك كلها مره واحده وانا هرد عليك على طول. بس كده.